كرة أمامية كنترول بطريقة جيدة. الباسل أو باتنا عفوا باتنا وكيراوغ يدخل منطقة العمليات. الحكم لم يعلن أي شيء. إذن محاولة لفريق الفتح الرياضي الرباطي. إذن شوفوا الإعادة توقف الكرة. صراع كبير لعناصر الفتح اللي كيحاولوا انهم يرجعوا في النتيجه. الجهه اليسرى حول انطلاق تمرير عند الجلول داخل منطقه العمليات كيزداد لكن تسديده سكوما كيمرر الجهه اليسرى. جاريسي كيرفع كره عاليه باتنا فرصه محاوله خطيره لفريق الفتح. مباركي كيسدد تسديده قويه من عبد الصمد المباركي. تسديده قويه مباغته وتدخل الحواصلي من اجل ابعاد وركنيه. لاحظوا لاعب صاحب تجربه وخبره. ستلعب الان دائريه. اسمنداو في المسانده الهجوميه براسيه لكن فوق مرمى الحارس ياسين الحظ. لاحظوا هذا الطور ديال المدافعين والمسانده الهجوميه اثناء الركنيه والكرات الثابته. يوسف بحث عن التسديد كره داخل منطقه العمليات مره اخرى تسديده. تسديده قويه من سكوما من الجهه اليمنى. البحث عن المسانده الهجوميه البحث عن الانطلاق البحث عن الحلول. كيرجعوا عناصر فريق الفتح لكن كيدخل بالكره كيزداد واحده بواحده. لاحظوا تسديده والتدخل. كونترول بطريقه جيده وفرصه داخل منطقه العمليات. محاوله للتمرير تاخر في اخذ القرار. كتلعب كره عاليه بالراس والبحث على التسديده والتحضير. عوده عناصر جبري الحزم من اجل التغطيه الدفاعيه. كيستاد تسديده اللاعب دياي اوليفر. كيبحثوا عناصر الفتح مرة أخرى على بناء الهجمات. محاولة تسديدة شوف هذا كرة تسديدة وتدخل من إشارة العميد. هناك ترفع كرة عالية داخل منطقة العمليات. التوازن ديالو. هنا فرصه داخل منطقه العمليه فرصه تسديده كره خطيره. لاحظوا فقد توازن المدافع ونايف سدد لكن الابعاد كان احسن. هنا راسيه ياسين الحظ. ياسين الحظ مرماه في اقل من 5 ثواني. لاحظوا جوج ديال المحاولات حقيقيه للتسجيل. كيدخلوا بالتالي هو اللي غادي ينفذ هذا الخطا رفقه. هنا كيلعب كره وتدخل. لاحظوا الابعاد يسرى لعب بطريقه جيده داخل منطقه العمليات. البحث على المسانده والبحث على التسديد. الان فرصه عاليه الكره هنا بالراس. خطيرة المحاولة الأخيرة عن طريق اللاعب يوسف سكور. كرة أمامية محاولة بن جلون. بن جلون كيرفع كرة جميلة. هدف التعادل. هدف التعادل في آخر أنفاس المواجهة من طرف فريق الفتح الرياضي الرباطي عن طريق اللاعب البديل يوسف سكور. إذا هدف مقابل هدف
تغيرت النتيجة. لاحظوا الإعادة لهذه المحاولة، بها بالراس وبن جلون مرر، وسكور برأسية هي الثانية له منذ دخوله يسجل هدف التعادل. يا لها من دقائق. هنا محاولة أخرى للمرمى من منطقة العمليات، كترجع من جديد تسديدة لكن بعيدة فوق المرمى. بدل الضائع 5 دقائق، يبقى وقت طويل على كل حال، والحكم يبقى صاحب القرار. إذا انتهت المواجهة مشاهدينا في باقي المناسبات المقبلة، في أمان الله.